أتناول الغداء اليوم ولقيت خبر تحت مشايخ في الأوقاف يتظاهرون أمام الدكتور طلعت عفيفي لرفضهم أخوانة الوزارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كلمة اسطوانة مشروخة، هذه الاسطوانة لم تصبح مشروخة وإنما أصبحت مكسورة. لما تحترم القوانين أو تفعل قوانين الدولة، القوانين الإدارية، تبقى أخوانة الدولة أو سلفنة الدولة. كل اللي حصل يا سيدي الفاضل إنه الناس الموظفين على درجات عليا بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة بيبقى له تجديد سنوي. في فترة التجديد السنوي اللي حصل إنه في منشور نزل من الدكتور طلعت ومن مكتب الوزير إنه من يرى نفسه كفاءة لتولي هذا المنصب يتقدم بأوراقه، وفي لجنة بالقانون اسمها لجنة اختيار القيادات والتأييد لهم. فبيتقدم الرجل اللي كان على رأس العمل ويقدم إنجازات ويقول أنا عملت كذا وعملت كذا وفي الفترة القادمة سأطور كذا وكذا، وغيره من القيادات الشابة يقدم ربما يكون موجود من هو أكفأ منه. ثم تنظر اللجنة في هذا كله وتختار إما أن تبقي القديم كما هو إذا رأت أنه كان كفء وعنده خطة تطبيق ممتازة، أو لو وجدت عناصر أفضل تضخ بدماء جديدة. هذا كل الذي حدث. أما موضوع الأخوانة فيما يخص السويس، فنفس الموضوع فيما يخص وكيل رئيس مدير مديرية السويس، نفس الموضوع لم يتقدم حتى بطلب للتجديد، يعني طلب التجديد نفسه قانونا لم يتقدم به، وقال أنا فصلت لأني رفضت الانضمام إلى حزب الحرية والعدالة، وكأن التجديد في منصبه لابد أن يكون عبر حزب الحرية والعدالة. ليس هناك علاقة للتجديد بأي حزب من الأحزاب في مصر. نعم. وإنما هذه القوانين التي كان يعمل بها قبل الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي وبعد الدكتور طلعت عفيفي، ولكن يبدو أن هناك حمالة حطب واحدة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن ففي بقى حمالين حطب وفي شيالين حطب، وهذا المسلسل القميء لن ينتهي أبدا. بشكر حضرتك دكتور محمد الصغير مدير مكتب وزير الأوقاف على مداخلتك معانا. والله يا مش أخواني الدولة، والله أنا